مساء الخير، رجعت لكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم راح تشوفوا معايا هذا طاجين المرقاز ولا عجوه المرقاز بطريقتي الخاصه. خليكم مع الوصفه والمقادير. نبداو على بركه الله. نشوفوا المقادير تاعنا واش نحتاجو. نحتاجو هنايا عندي 2 حبات تاع طماطم يكونوا متوسطين، حيت لهم هذيك القشره تاعهم الفوقانيه وقطعتهم طراف صغار. نحتاجو ايضا عندي نص حبه تاع بصل، 2 حبات فلفل حار، حبيبات تاع زيتون كحل، طماطم كونسونطري، درت مغرف كبيره، 3 حبات تاع البيض، عندي شويه تاع الدبشه ورقات تاع الرند. بالنسبه لي زيبيس واش عندي لهنا الكمون، الكزبر، الملح، عندي كميه من الثوم والفلفل الاسود، وعندي كميه من المرقاز. هنايا بالنسبه للمرقاز يعني كل واحد الكميه اللي يديرها وكل واحد المقدور تاعو. انا راني قسمتها على خطرتين، نص قليتو ونص درتو هاد العجه. نبداو اول خطوه. واش راح ندير؟ انا راح نطيب فيها الطاجين تاع الفخار هذا. ما درتلوش الزيت، حطيت غير شويه برك تاع زبده، وحطيت هذاك البصل تاعي مع الفلفل، نغطي عليهم ونخليهم حتى يذبلوا مليح هكا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. البنات مش شرط ديروا يعني في الطاجين هذا تاع الفخار، تقدروا ديروا في المقله ولا ديروا في طنجره، المهم ديروا الشيء اللي يساعدكم والشيء اللي عندكم متوفر في الدار. هنا بعد ما ذبلت هذيك البصل مع هذاك الفلفل، زدت عليهم هذوك الحبات تاع المرقاز وراح نثقبهم هكا من الفوق باه تخرج هذيك الزيت كامل تاع المرقاز. وكل واحد والطياب تاعو وكل واحد والطريقه تاعو. كما قلت لكم البنات في اول فيديو، هذه هي الطريقه تاعي اللي معتمدتها من سنين. كاين اللي يقلي المرقاز هو الاول حتى تخرج له هذيك الزيت كامل ومن بعد يلوح الحوايج الاخرين. المهم كل واحد والطريقه تاعو. هنايا بعد ما ثقبت هذاك المرقاز كامل وخرج خرجت هذيك الزيت كامل، كما راكم تشوفوا البنات، هنايا هذيك البصله زادت ذبلت اكثر واكثر، وراح نزيد نحط عليهم هذاك الحبات هذوك تاع الطماطم اللي قلت لكم نحيت لهم هذيك القشره. وهنا النار نقصوا عليها شويه، ما نقويولهاش باه تجمر مليح، هذا باش تجي العجه هذه تاع المرقاز يعني تجي مجمره، تجي مليح وتجي طايبه مليح. راح نحط لها هنايا شويه تاع الثوم وهذوك لي زيبيس كما سميته لكم في اول فيديو، الكمون والكزبر، شويه تاع الملح والفلفل الاسود. وهنا بالنسبه لهذا التوابل هذو ما كثروش بزاف كما شفتوني، راني درت غير مغرف متوسطه ودرت غير على راس المغرف. هذاك المرقاز راهو ديجا راهو فيه لي زيبيس، يعني راح نكي هذيك البصل والطماطم هذا ما كان. راح نحط عليها هنايا ورقه تاع الرند ونخلي هذاك المرقاز تاعي يتجمر مليح في هذيك لاصوص. هنا بالنسبه لهذه الطماطم هذه كما قلت لكم راني درت غير مغرف متوسطه. ثم اذا بغيتوا تلوحوها كما درتها انا، واذا جاتكم يعني ما تقدروش تحركوها ولا ديروها حلوها برك في شويه تاع الماء وفرغوها من الفوق. هنا بعد ما كملت حركت هذيك الطماطم مليح، راح نزيد نحط عليها هنايا حبيبات تاع الزيتون. هذه اختياريه يعني تقدروا ديروها ولا تقدروا ما ديروهاش، تقدروا تستغناو عليها. المهم كل ما قلت لكم البنات كل واحد والطريقه تاعو. اكيد راح تجربوا هذه العجه هذه على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. وتخليوا لي كيما مولفين اراكم في التعليقات. صدقوني تجي معسله وتجي مشمخه وتجي بنينه تهبل. هنا نكملوا الوصفه تاعنا. راح نزيد نحط عليها هذوك الحبات تاع البيض. انا درت 3، نتوما تقدروا ديروا اقل ولا ديروا اكثر، المهم الاختيار يرجع لكم. نزيد نكسر الحبه الثالثه ونحط لها غير شويه هكا تاع الملح، هكا ندير لها غير رشه تاع الملح باه ما يجيونيش هذوك الحبات تاع البيض يعني يطيبوا بالمسوس. نغطيها ونخليها تكمل الطياب تاعها ومن بعد تشوفوها معايا واجده. هنايا البنات بعد ما كملت لها هذاك الطياب تاعها كامل، زدت رشيت عليها شويه من الدبشه، ولا تقدروا ديروا المعدنوس ثاني تعطيها نكهه ما شاء الله فيها. نرش عليها هذيك الكميه المليحه تاع الدبشه ونخليها مليح حتى تبرد. وهنايا كما راكم تشوفوا البنات، هنايا بعد ما كملت العجه تاعي بردت. هذا هو الشكل النهائي تاعها، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وصلنا نهايه الفيديو، للملتقى ان شاء الله.